ما قدرتش احقق $500 زي ما انا قلت لكم في الفيديو السابق ان انا كنت عشمان ان احقق $500 على ابورك. لكن الموضوع مش صعب يعني. اللي انا حققته كان قريب من $500. انا حققت حوالي 465 $465 which is okay، يعني كويس، بداية موفقة. وانا يعني حابب ان انا اتابع معاكم الرحلة دي مخصوص عشان اقول لكم ان انا بدأت اهو من الصفر على Upwork في 2024. وطبعا انا عارف ان المبلغ بالنسبة لي عشان انا عايش هنا في امريكا هيبقى يعني مش هيعيشني، مش هيأكلني اصلا، ولا يسكنني ولا كده يعني. ففي حاجة حصلت هي اللي خلتني ما حققش المبلغ اللي انا كنت حاطه مثلا كهدف عندي وكده يعني. طبعا الارزاق بيد الله عز وجل، لكن اللي حصل ان انا حصل حاجة جميلة جدا 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 يعني. في الحقيقة الحاجة دي هي اللي خلتني ما حققش $500 على ابورك، لكن حققت فوق $3000 بره ابورك. كان في عميل اتعاملت معاه من زمان قوي، والعميل ده اشتغلت معاه بتاع مثلا شهر ولا شهرين في بروجكت كده. ورحت كلمته وقلت له ايه، قلت له I'm back in the United States and انا رجعت، خلاص استقريت في امريكا، فانت لو محتاج شغل عرفني. وهو عارف الاكسبيرينس بتاعتي وعارف الشغل بتاعي. وسبحان الله قال لي you know what actually we need you in the company and we have a project that we need you to finish. يعني في بروجكت عندنا احنا محتاجينك فيه وكده يعني. ف that's good news انك انت ايه، عرفتني انك انت هنا. وبعد اسبوعين كلمني، وفي الحقيقة خلال شهر مارس حققت اكتر من $3000 في شغل معاه وكده يعني، من بره ابورك. فده اللي خلاني قصرت شوية في اتجاهي ناحية ان انا احقق او اتابع ابورك بشكل كبير جدا. لكن ده مش موضوعنا، موضوع خارج ابورك ده مش موضوعنا. الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه الا وهو، طيب انا دلوقتي حققت المبلغ ده على ابورك، انا محتاج اتكلم معاكم في شوية تفاصيل معينة هي اللي خلت الموضوع كبر معايا يعني، او حققت المبلغ ده. لان مهم جدا جدا ليكم انتوا ان كنتوا تعرفوا. طيب يا كيمياء، انت عليك اهو بدأت من صفر، عرفنا بقى ايه الحاجات اللي انت ظبطتها مثلا في البروفايل او ظبطتها في البروبوزل بتاعك عشان خاطر تعرف تحقق مثلا او تجلب ليك عملاء بالشكل ده. اول حاجة اشتغلت عليها هي تظبيط البروفايل نفسه. ظبطت البروفايل نفسه وكل الديسكريبشن اللي فيه، عشان بحيث ان هو يكون يظهر الخبرات بتاعتي والقدرات بتاعتي على الشغل. تمام. ففي البروفايل بتاعي ظبطت فيه انا مين، وايه الباك جراوند بتاعتي، ايه خلفيتي في الشغل، وظبطت فيه ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها. وكتبت بقى الحاجات دي كلها، عملت لها فيد، استخدمت ساعتها ايه، محركات الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي وجوجل جيميناي، اني اقول لهم انا عندي خبرة في 1 2 3، انا عايزك تاكت از انك انت تتخيل انك انت ان ابورك فريلانسر expert Upwork freelancer. واكتب لي بقى ايه description profile description قوي يقدر يجذب العملاء ليه. فاديته كل المعلومات، عصرت دماغي بجد بجد بجد، عصرت دماغي عشان اديله كل المعلومات اللي هو محتاجها عشان خاطر يعمل لي البروفايل ده. وكتب لي بروفايل كويس. طبعا ما اكتفيتش بيه البروفايل او البروفايل ديسكريبشن اللي هو كتبه لي، لا ده انا دخلت وعدلت عليه بما يتناسب مع خبراتي انا وكده يعني، لحد ما كتبت بروفايل كويس. دلوقتي بقى دخلنا بقى على مرحلة ايه بسم الله الرحمن الرحيم، البروبوزلز، عروض العمل. لما باجي ادخل في حاجة مهمة جدا اشتغلت عليها، ألا وهي اني اركز جدا اني اختار عروض العمل اللي انا واثق 100% ان هي اللي انا هعرف اعملها.
يعني لو عرض عمل معين مثلا انا مش هعرف اعمله، وسبحان الله انا دي جربتها، كان في شركه كبيره قوي محققه اكتر من 10 مليون او يعني صرف اكتر من 10 مليون دولار على اب وورك. انا قدمت على شغل فيها، وبعدين اكتشفت ان ايه هم الكواليفيكيشنز بتاعتهم اعلى بكتير من اللي هي عايزينها، اعلى بكتير من اللي انا بعمله، وده عادي طبيعي جدا جدا. يعني في مخرجين سينما افضل مني، وفي ناس بصانع افلام احسن مني، هم ممكن يكونوا كواليفايد بس انا مش كواليفايد في الحته دي. فسبحان الله انا قدمت ما يعني حتى البروبوزل بتاعتي ما اتشافتش اصلا يعني. فاول نقطه ركزت عليها على اب وورك اني اهتم جدا باني اختار عرض العمل اللي انا قادر 100% على تنفيذه. تمام. تاني نقطه بقى، ببدأ ان انا اقرا عرض العمل كويس واشوف هو محتاج ايه، وابدأ ان انا اخد العرض العمل ده واروح لتشات جي بي تي او جوجل جيميناي واقول له انا الخبرات بتاعتي 1 2 3، او في نفس الصفحة اللي انا كتبت فيها البروفايل بتاعي، عشان اوريدي تشات جي بي تي او جوجل جيميناي عارف الاكسبيرينس بتاعتي، بقول له اكتب لي بروبوزل للعرض ده. تمام. وابدأ البروبوزل هوك انك انت ايه تشد العميل ليك اللي هو كذا كذا كذا. في نقطة كمان بدأت اركز عليها قوي وسبحان الله جابت عملاء، الا وهي ايه بقى؟ لما الاقي عرض عمل من عميل بروح ادخل على اشوف هو الشغلانات اللي طلبها على اب وورك قبل كده والريفيوز اللي خدها من الفريلانسرز السابقين. لما بيكون في ريفيو من فريلانسر سابق اشتغل مثلا مع كلاينت معين، اثناء الشغل ده بيعرف اسمه. تمام. احنا مش بيظهر لنا السيستم على اب وورك مش بيظهر لنا اسم الشخص اللي عامل عرض العمل ده. فبروح ادخل على الريفيوز والاقي مثلا ايه بيقول لك ان مايك is a good person كذا كذا كذا. من ضمن الريفيوز مثلا فريلانسر كاتب ريفيو معين عن كلاينت بيقول فيه ان ده مايك حد محترم جدا ومتعاون وبتاع ومعرفش ايه وكذا وهكذا. فبروح القط من الريفيوز اسم الشخص ده، فلما اجي القط اسمه ابدا البروبوزل ب dear مايك او hi Mike, how are you doing? I hope you're doing great. I'm sending you this proposal. I can do كذا 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 واروح بعت له البروبوزل اللي تشات جي بي تي ساعدني او جوجل جيميناي ساعدني في كتابتها وابعتها له. فاوقات العميل ايه ده this is getting personal اللي هو ايه ده انت بقى ايه ده انت دورت عليا وشفت الريفيوز وعرفت اسمي وكذا وكذا والحاجات دي كلها. فبيحس ان في ايه في فريندلي يعني انا بدأتها بايه بفريندلي بروبوزل. تمام. بعدين بقى في حاجة تاني بعملها، لو الشركة اللي عاملة عرض العمل دي حاطة موقع ليها حلو جدا، بروح ادخل على الموقع بتاعهم واشوف هم بتوع ايه وبيعملوا ايه، وابدا ان انا اطوع البروبوزل عرض العمل بتاعي بما يتناسب، مش بس مع الجوب ديسكريبشن اللي هم عاملينه، لا ده مع طبيعة الشركة وتطلعاتها ونوع الخدمة او المنتجات اللي بيقدموها، وابدا ان انا اقدم لهم العرض بالشكل ده. برضو مؤخرا اشتركت في Upwork Plus بحوالي تقريبا $15 في الشهر. بالنسبة لي أنا أقدر إن أنا أدفع المبلغ ده، بالنسبة للناس فيكم ممكن ما تقدرش إن هي تدفعه، لكن بحاول إن أنا أضبط الموضوع على أساس إن أنا يجيلي كونكتس أكتر. وكمان Upwork Plus بيساهم معايا في حتة إن أنا أقدر أشوف المنافسين اللي هم الفريلانسرز التانيين قدموا بروبوزلز في أفريج قد إيه. فلنفترض مثلا في جاب معينة البادجت بتاعت صاحب بتاعت البروجكت ده $100، فبلاقي مثلا إن في ناس قدمت ب70 وفي ناس قدمت ب100 وفي ناس مثلا قدمت ب 120 مثلا والافريج 100. فاروح انا بقى اقدم بروبوزل بتاعتي على واشوف انا احدد انا هطلب مثلا سعر رخيص جدا ينافس مع $70 اللي حد غيري يقدمها، ولا هقدم سعر انا واثق من نفسي وواثق من الشغل بتاعي وانا بقى فيديو كرييتور بقى لي سنين بعمل فيديوهات وبتاع وكذا وكذا وكذا، فهقدم مثلا ب120 ولا هقدم الافريج اللي هو ب100. على حسب كل بروجكت بيختلف عن التاني وكل كواليفيكيشن بتختلف عن التاني وكده يعني. تمام. فالحاجات دي هي اللي انا عملتها عشان خاطر ابدا ان انا اجذب عملاء ليا. حاجه كمان بقى
لما باجي اشتغل مع عميل بيبعت لي واجي اشتغل معاه، يا سلام بقى، عشان انا في البداية حتى لو البروجكت المقابل المادي بتاعه ضعيف بديله شغل اكثر من رائع. ودي ضبطت معايا في حاجة. $465 اللي انا عملتهم دول فيهم بروجكت مثلا خلصته ب150، في بروجكت تاني خلصته ب10. الاتنين اللي ب150 واللي ب10 اديتهم نفس الكواليتي. فسبحان الله اللي ب150 خد الفيديو وخلاص، خلص البروجكت وخلاص، ما كلمنيش تاني which is okay، هو كان جاي عشان بروجكت واحد بس. اما التاني اللي ب10 ده شاف الفيديو انبهر بيه فراح بعت لي تاني. ميزه بقى الحاجه دي ان هو ايه، حد بيبعت لي منتجات، فبيبعت لي مثلا ايه كل شويه ايه منتج معين، يروح يقول لي تحب تاخد المنتج ده عشان خاطر تعمله، تحب كذا تحب كذا. فانا بحسبها ازاي بقى؟ بحسبها اوكي انت الفيديو بتاعك $10 بس، يعني it's not worth my time، بس انت عمال تطلب مني كل يوم، عمال تبعت لي منتجات مختلفة، منتج بقى $30، منتج ب50، منتج بكذا، فدي بتعوض مع دي. تمام. وهكذا يعني. طبعا انا هنا استخدمت تقنيه معينه، او مش تقنيه، هي ثيوري او نظريه معينه منتشره على الانترنت، وعلي عبدال اتكلم عنها قبل كده، الا وهي بقى ايه؟ the unfair advantage. الunfair advantage بالنسبه لي ان امريكا، ان انا عايش في امريكا، وان انا حد بيعمل فيديوهات، واني اقدر استقبل منتجات من داخل امريكا واقدر ان انا اعمل عنها فيديوز. طيب يجي حد يسالني يقول لي طب ماشي يا كيميا، ما انت خلاص بقى انت بتكسب بقى فلوس بالدولار والكلام ده عشان خاطر انت عايش في امريكا وكده، يعني ايه الانفير ادفانتجز بتاعتنا احنا اللي عايشين في مصر مثلا؟ الانفير ادفانتج بتاعت انك انت عايش في مصر، اول انفير ادفانتج هي تكلفة المعيشة مقارنة بأمريكا. أنا عارف الدنيا غليت في مصر، أنا متأكد من كده، أنا متابع وأهلي في مصر وبتاع وعارف، بس الدنيا مش غالية بنفس القدر اللي الحياة هنا في أمريكا غالية. يعني ناخد على سبيل المثال تكلفة الإيجار المعيشة. أنا دلوقتي بأجر مثلا بيت في أمريكا بكام؟ $1575. هنضرب $1575 دي، ركزوا بس معايا، هنضربها ب47 جنيه اللي هو ايه السعر بتاع ده. فانا بدفع شهريا 74,000، بدفع 74,000 جنيه ماشي. انما لما انا كنت عايش في مصر وكنت بدفع ايجار، كنت ساكن في مدينتي، كنت بدفع 6000 جنيه. ففرق 6000 جنيه من 74,000 جنيه، فرق شاسع. تكلفة المعيشة، انت بقى ممكن تكون عايش مثلا لسه ما اتجوزتش، فعايش مثلا مع اهلك، فانت ما بتدفعش ايجار. الانفير ادفانتج بتاعتك بقى انك انت ممكن تنافسني انا في حتة البروجكتس اللي انت تقدر تتحملها، تتحمل تكلفتها. يعني انا مثلا ايه ما اقدرش اتحمل تكلفة بروجكت $10 من غير منتجات مثلا او كده، لكن انت تقدر تتحملها، لان $10 دي هتفرق معاك انت. اما بالنسبة لي انا مش هتفرق معايا قوي، مش هتحسسني ان انا ايه انتقلت نقلة نوعية في الدخل بتاعي. فالانفير ادفانتج بتاعتك وانت في مصر انك انت تقدر تقدم على بروجكتس بتكلفة قليلة وتستمر في كده. فانت لو مثلا حسبناها انك انت عندك المقدرة انك انت تعمل كل يوم 2 بروجكت، كل بروجكت فيهم $10، ف$20 ده فرضا يعني. تحسب بقى $20 في 30 يوم، ولنفترض انك انت مش هتاخد اجازات، فانت حققت ايه؟ $600. $600 انا $600 دول ما يعيشونيش هنا، ما يدفعونيش الايجار اللي انا قاعد فيه. انما $600 بالنسبه لك انت لو هنضربها مثلا في 47 جنيه هيبقى عامل حوالي 28,000 جنيه. ف 28,000 جنيه يعني اكيد انا بالنسبه لي ان انا لو عايش في مصر ال 28,000 جنيه هيعيشوني، انا ما اعرفش بالنسبه لك انت هيعيشوك ولا مش هيعيشوك. فالانفير ادفانتج هي تكلفه المعيشه مقارنه بدول تانية زي اوروبا وامريكا وغيرها. فتقدر انك انت تستغل دي في انك انت تقدم على عروض تكلفتها اقل، فتعملها وانت كده ايه نفسيا مستريح. انا بالنسبه لي انا ببقى متضرر وانا بعمل البروجكت ابو $10 ده، اللي هو انا وقتي يعني اكتر من، يعني يستحق اكتر من كده. ليه؟ مش عشان خاطر انا جامد وبتاع وما اعرفش ايه، لا، عشان خاطر انا تكلفه المعيشه عندي هنا غاليه. فدي انفير. في بقى ايه، دور انت بقى على الانفير ادفانتجز. يعني انا في كورس الفريلانس كنت دايما بقول للناس ايه، شوفوا ايه الانفير ادفانتجز بتاعتكم. ولنفترض مثلا انك انت عايش، كنت بطرح مثال على حته ايه، انت عايش مثلا في قنا
او عايش في سوهاج او عايش في القاهره الجيزه مثلا او كده، وجنبك معالم سياحيه كتير، فيديوهات عن الاهرامات مثلا او متاحف او كذا او كذا. الانفير ادفانتج بتاعتك انت اللي انا ما اقدرش احصل عليها حاليا هي انك انت ممكن تطلع وتروح تصور فيديو قدام الاهرامات لو انت ساكن جنب الاهرامات مثلا، او تطلع مثلا تعمل فيديو في مكان معين. المكان ده انا ما اقدرش اوصل له حاليا، تمام؟ فدي مثلا انفير ادفانتج بتاعتك. قيس على ده حاجات كتير جدا. مهم جدا كل واحد فينا يعرف ايه هي الانفير ادفانتج بتاعته، ومن خلالها يقدر ان هو ينافس بيها باقي الناس اللي هم عندهم مثلا انفير ادفانتجز تانية وكده يعني، تمام؟ دي الحاجات اللي انا عملتها، واتمنى يكون الفيديو خفيف لذيذ واستفدتوا منه حاجة. وبيقولوا لي اطلب من الناس ان هي تعمل لايك وشير وحاجات زي كده، وانا بحب الكلمة الحلوة. فلو استفدت من الفيديو ده قول لي في الكومنتس انك انت وصلت لحد اخر الفيديو اهو واستفدت منه وكده يعني. بس اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.